أعزائي عزيزاتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، وأرجو أن تكونوا أيضا بكل خير. العنوان ديال هذا المقطع وموضوعه كما كنت كتبت على صفحتي على فيسبوك هو رد على واحد المغالطة اللي روج لها الأستاذ عبد الخالق كلاب المؤرخ الموري والبوري، وأنه لما حوصر بعربية الملك، لما كان قد قال بأن المغرب لم يدخل عربي وأن من دخل منه كله قتل وكذا وكذا وكذا، لدرجة أن اليقين اللي ولا عنده هذه الفكرة أن البلاد ما دخلتها شي عربي أو حتى إفريقي ولا إسباني ولا فرنسي ولا كذا، أنه رفع هذا اليقين على اليقين العلمي. ما بغاش هو يدير كاع الفحص الجيني. علاش؟ لأنه قال لك عنده يقين على أن قراءته للتاريخ عطاته واحد الفكرة على أن الناس المؤرخين كانوا شادين الحدود ديال المغرب ومدورين به الجنود، وعندهم يقين أنه ما دخلت شي عربي. هذا من عيوب المنهج، وراه رديت على هذا في الفيديو السابق الذي حذفه الفيسبوك المباشر. بمعنى هذا مشاكل ديال المنهج. وبالتالي لما حوصر بعربية الملك، وأنتم تعلمون أن عربية الملك يعني موثقة، يعني الناس كانوا كيمشيوا مثلا عند أهل البيت كيجيبوا الوثائق وداك الشيء موثق. هذا بالإضافة إلى أن العلويين ما زالوا يحكمون. أما كل كان العلويين مثلا لا يحكمون، سهل أنهم شككوا في عربيته وفي نسبه من لا يحكم مثل الأدارسة. لكن باش يلقاو واحد المخرج خرج على المنهج. شنو هو المنهج؟ المنهج اللي خرج عليه هو أنه استدل برواية رواية دينية أو للنسابين العرب لإسماعيل عليه السلام وكذا وكذا، أرجعوا لها. وبالتالي هذوك الناس اللي كينتمي مع عبد الخالق كلاب واللي دايرين به، راه منهم من يشكك حتى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكذا، لأنهم كيقولوا ما عندناش وثيقة تثبت، يعني وثيقة مادية. ولكن هو باش يخرج من ذاك الورطة أعطاهم هاد الفكرة ديال واحد القياس اللي هو قياس فاسد كما سنبين، أن إسماعيل عليه السلام وهو من ولد إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام من الكلدانيين، فجاء إلى بلاد العرب وانتسب إليهم وسمي عربيا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عربيا وهو من نسل إسماعيل عليه السلام. فلماذا لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلدانيين؟ وقاس هذه الحالة على حال العلويين الذين جاءوا إلى المغرب، وبالتالي فالواضح أنهم يجب أن يسموا كذلك من الأمازيغ. يعني أنت ملي كتجي مثلا بحال هذه المغالطة يعني كتبالك على أنها سهلة، إذا هذه الحالة كتشبه هذه الحالة. وكلا جينا مثلا نحقوش كنلقاو أن القياس هنا هو يعني وجود فارق، ماشي فارق كبير ولكن كاين واحد الفارق، وهذاك شوية هو اللي كتدخل من المغالطات. فمثلا لنفرض جدلا أن هذه الرواية صحيحة عند النسابين العرب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن كذا وكذا وكذا ينسب إلى إسماعيل. هذه الروايات لنفرض أن هذه الرواية صحيحة، وخا هي داخل مجال التاريخ أنها تسمى من الروايات الشفهية، بحال أن الأمازيغ ينسبون إلى المازيغ وكأنهم جاءوا من اليمن وكذا، رواية تاريخية شفهية. ولكن العيوب في المنهج كتخلي على أنه كياخذوا بهذه الرواية اللي هي بعيدة، ولكن اللي جيتي قلتي لي مثلا حتى النسابين راه قالوا على أن الأمازيغ جاءوا من اليمن عن طريق الحبش، لم يقبلهاش، لأنه هو الفكرة المركزية ديالو يعني واضحة، يعني كياخذ هذاك الشيء اللي بغاه. وهذه القراءة الأيديولوجية للتاريخ. رجعوا للفكرة هذه. الفكرة شنو هي؟ بمعنى أن أي واحد مشى لواحد الأرض وسكن فيها، إذن فهو ينتسب إلى أهلها. هذا مغالطة. علاش؟ أولا إسماعيل عليه السلام لما سكن بلاد العرب
ما تسماش من يعني حدث واحد الفرق. حدث واحد الفرق عند النسابين. شنو هو؟ العرب والعاربة، العرب القحطانيين والعرب المستعربة. ما تسماش أنه فقط لأنه من جرهم، لا، فقط أنه سكن بجوار جرهم وتعلم منهم الثقافة واللغة إذن فإسماعيل عليه السلام بقي نسبه يعود إلى إبراهيم عليه السلام، فهو ابن إبراهيم. ما خداش النسب. وبالتالي الذين نشأوا في بيئة العرب سموا بالمستعربة. راه تعطى واحد الفرق ما سميناش. وبالتالي من يجينا مثلا الحالة ديال المغرب، شنو الفرق بيناتهم؟ لا، خاصنا نجيو نسميو العلويين على أنهم أمازيغ فقط. علاش ما لقيناش لهم شي سمية أخرى؟ لا، هم عرب المغرب. علاش؟ الفرق هو أن إسماعيل عليه السلام راه تخلى عن لغته التي جاء بها واكتسب ثقافة جديدة وسمي مستعربا. بينما العلويين ملي جاوا المغرب راه ماشي بحال الأدارسة. الأدارسة راه امتزجوا بالأمازيغ، وقد يعني في بعض الروايات أنه ذاب نسلهم في الأمازيغ. ولهذا الأدارسة ممكن تلقاهم في الأمازيغ وممكن تلقاهم ساكنين مع العروبية. يعني المغرب كامل كتلقى في الإدريسي، يعني انتشروا في المغرب ولكن بقاو محتفظين بالاسم ديالهم. بينما العلويين ملي جاوا المغرب راه ما دووش بالأمازيغية وما تناسبوش مع الأمازيغ. رجع للتاريخ، قرأ. راه عندما سكنوا في تفيلات وعندما انتقلوا من تفيلات وساحوا في بلاد المغرب راه ما عمرهم دوا بالأمازيغية. إذن فين هو الفرق هنايا؟ الفرق هو أن إسماعيل عليه السلام اندمج في تلك الثقافة وفي لغتها، بينما العلويين راه بقاو إلى حدود الآن يتحدثون بالعربية. هذه فكرة. الفكرة الأخرى اللي بغينا نرجعوا مثلا، حنا علاش غادي نمشيو حنا على إسماعيل عليه السلام وغنمشيو مثلا للروايات الأخرى؟ رجعوا مثلا غير التاريخ الحديث. دابا كنوض لك مثلا شي واحد كيقول لك مثلا علاش الأرجنتينيين ما كيقولوش على أن نحن إسبان ولا نحن إيطاليين ولا كذا ولا كذا. ولكن راه بدرجة أخرى راه حنا ما كنقولوش حنا سعوديين. عمرك سمعتي شي عربي يقول لك حنا سعودي؟ كيقول لك نحن عرب والمغرب. ما معنى عرب والمغرب؟ بمعنى أننا نتحدث عن ثقافة جديدة نشأت. اش فيها؟ فيها ثقافة عربية وفيها ثقافة أمازيغية. يمكنش تجيب فكرة، تجيب واحد الفكرة ديال أن أي واحد انتقل لواحد جماعة مثلا عرقية، واخا هادشي راه ما فيش العرقي لأن الأمازيغ ما كيسموش عرق. راه ما يمكنش حتى غنشدو مثلا عبد الخالق كلاب ونحطوه مع واحد مثلا في الأطلس، ممكن تشابه مع وحدين في سوس، ولكن راه نحطوك مثلا في الأطلس مع الشهبين ولا مع مثلا في الريافة ما غتبانش. الريافة مثلا ولا ما تبانش وسطهم، غتبان على أنك انت شعب. ولكن حنا كنقول حنا كمغاربة. راه شو مثلا في التعليق واحد قال لي واش انت عربي؟ قلت لي انا مغربي. ما قلتش لي انا عربي. راه ماشي كنقولوا حنا عرب بمعنى اننا كيما اذا ما افترضنا ان السلاله ديالنا مثلا جات من السعوديه هي بقات او ما خدات والو من هذه الارض. كنقولوش هذه الفكره هذه كيقولوها المتطرفين ديال العرب كما كاين المتطرفين ديال الأمازيغ. ولكن القراءه الصحيحه للتاريخ هي أن هذه الأرض ديال المغرب فيها روافد. نعطيو مثلا فكرة بسيطة من هنا. كيفاش؟ إذا مشيتي مثلا عند ميسي، واش ميسي غيقول لك أنا هندي فقط لأن الإيطاليين انتقلوا إلى الأرجنتين؟ واش غتمشي مثلا عند غوادالوبي والفريدو وهذوك المكسيكيين البيضين غتقول لهم نتوما راه أمريكيين؟ غتقول لهم لا نتوما راه من الهنود؟ ميسي غيقول لك انا ماشي ايطالي.
ولكن غيقول لك ماشي هندي، ولكن غيعترف أن له أصول تعود. هادشي ماشي فيه، راه على قريت التاريخ تلقى راه كاينين الناس، كاينين واحد الأمور، كاين أمور كتقرا تاريخيا. بحال دابا مثلا مشيتي لأمريكا الجنوبية، كاينين بعض الدول اللي كيقول لك نحن برازيليين، ما كيقولش حنا برتغاليين. علاش؟ لأنهم تخلطوا وعطاو له واحد الهوية جديدة. راه كاينه واحد الحاجة سميتها الهوية الجديدة، شكون اللي داخل فيها؟ أن الناس تجاوزوا، هذا إفريقي تجوج مع كذا. أنا دابا مثلا بيلي ديال كرة القدم راه باين إفريقي برازيلي، ولكنه دخل في واحد البيئة مختلطة، ماشي هنود. ما نمشيوش مثلا حنا غير لأمريكا الجنوبية، نمشيو لكندا مثلا، نمشيو لأستراليا. واش أستراليا في الإحصاء ديالها واش لا تزال إلى اليوم في الإحصاء ديالها كتعطي المواطن أنهم يحدوا واش هما أستراليين أصليين، وكتفرق بين السكان الأصليين وما كتفرقش بيناتهم، كتفرق بيناتهم. إلا مشينا مثلا لأمريكا الشمالية، واش ترامب دابا كيقول لك أنا أمريكي بمعنى أنني من الهنود الحمر بمجرد أن أجداده سكنوا أمريكا؟ لا. واش الأفارقة اللي كاينين في أمريكا اش كيقولوا على راسهم؟ من الناحية الوطنية نحن أمريكيين. هذا هو المعنى ديال الدولة. الدولة تبنى على أمرين، وهم المواطنة، وهو أن يتمتع المواطن بالحقوق ويؤدي الواجبات اللي عليه، كتعطاك الجنسية. هذا مفهوم الدولة. ما كتبناش الدولة على شكون انت، كتبناش الدولة على شكون انت وشكون اللي قريب لك، ولا في الثقافة ولا كذا، وشكون. على دابا مثلا الناس ديال وجدة شكون اللي قريب ليهم؟ واش الناس ديال العيون ولا الناس ديال تلمسان وديال الوهران وداك الشيء؟ على دابا حنا شكون اللي قريب لينا؟ راه في الثقافة الناس ديال الجزائر قراب لي انا من الناس ديال الصحراء. انا ما كنعرفش بزاف على الصحراء، كنعرف بزاف على الجزائر، ولكن راه ملي كنقولوا المغرب كنقولوا المغرب من طنجة لقويرة. المغرب مبني كمصالح، هذا هو المغرب. ما كنبنيوش ايديولوجيات. راه ملي كتمشي مثلا لكندا، واش الكنديين اللي كاينين دابا تما كيتسموا هنود؟ ولا امريكا، ولا خذ بزاف ديال الدول. بالتالي هاد الفكره ديال أن العرب جاءوا إلى هنا إذا كل من سكن بلاد الأمازيغ فهو أمازيغي، ما كايناش هاد الفكرة في التاريخ، ولا يمكن إثباتها تاريخيا. وبالتالي عندما نعود كما قلت إلى الفكرة الأولى، كنلقاو على أنها كما بينت في الأول على أنها فكرة ما عندهاش شي أساس. أن باش نقيسوا مثلا الحالة ديال إسماعيل عليه السلام بالحالة ديال العلوي إلى الآن ينتسبون إلى ما ينتسبون إلى البيت النبوي، وهم عرب بمعنى ماذا؟ راه ماشي عرب أنهم بقوا في السعودية. واش الملك محمد السادس على أنه سعودي؟ واش عنده الجنسية؟ واش أنا عندي الجنسية السعودية؟ واش الملك عنده الجنسية السعودية ولا الإماراتية ولا اليمنية؟ نحن نتحدث عن وجود ثقافة، وهذه الثقافة راه مختلفة. كاين الناس عندهم ثقافة. ورجع لك أنا كاع الفكرة أخرى، نمشيو عاد دوك اللي هما اللي يعني الباترونة ديالكم، الباترونة. دابا اليهود سكنوا في المغرب شحال من قرن مساكنين، واش بقاو كيقولوا؟ نحن ننتسب إلى بني إسرائيل ومشاو إسرائيل. هذيك هي الأرض اللي جينا منها، وبقاو ديما كيقولوها. ما كيقولوش حنا أمازيغ. عمرك سمعتي شي يهودي كيقول لك أنا أمازيغي؟ يقولش لك أنا أمازيغي. يقدر يعترف لك بالثقافة، وهذا صحيح بحال كيديروا العرب، أن اليهود سكنوا مع الأمازيغ وتثقفوا بثقافتهم وكذا وكذا بحال العرب.
احنا ما كنقولوش على ان احنا ضد الامازيغ، مرة يكون نقولوا هذا الشيء، ولا نكره الامازيغ، وانما نقول نحن مغاربة بما تحمله هذه الكلمة من معاني، ماشي موري، لأن ملي كنهضروا على المور كنهضروا على واحد المرحلة قبل وجود شكون هما المور، واحد الشعب كان قبل واحد تلاقحات تاريخية كثيرة جدا. علاش حنا كنقولوا حنا موريين؟ كنقولوا حنا مغاربة. علاش؟ لأن لفظ المغربي جامع لاش لفترة التي كانت قبل الإسلام والفترة التي بعدها. شحال ديال الناس دخلوا وخرجوا، المغرب راه طريق، راه الناس دايزين اللي حبسوا البحر كيحصل لنا، اش كيحسب لك؟ راه لحد الان الناس باقيين كيدوزوا، كتلقى واحد من السودان بيدوز لاوروبا، مين جاي من السودان باغي يدوز لاوروبا، وقيس على ذلك. اذا باش ما نطولش اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى مقطع اخر ان شاء الله.